بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا العام عام السعادة يا رب. اللهم بدل أحزان المسلمين أفراحا يا رب. اللهم أرح قلبا تعبا وأشقى حزنا يا أرحم الراحمين يا رب. السنة دي تكون سعيدة علينا بإذن الله، وعلينا وعليكم بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة روتين جديد ويا رب يعجبكم بإذن الله. هنرتب مع بعض النهاردة الهدوم، وهعزل الهدوم الشتوي من الهدوم الصيفي والهدوم الخريفي، لأن هنحتاج لو الهدوم الخريفي مثلا بنلبسها للأولاد، وبعد كده بنلبس فوقيها هدوم شتوي زي ما عارفين. وساعات بنستعين بقطع من الشتا زي النص كم وكده، عشان خاطر ساعات الجو بيبقى في أواخر 12 وأول 1 و2 و3 دول بيبقوا صعبين خالص على الآخر، فعشان كده بنضطر ان احنا يعني نلبس كذا قطعة. تمام. فانا عشان خاطر كده بعزل فيه هدوم بشيلها نهائي، اللي هي الهدوم الخروج الصيفي. تمام. اما البيجامات ساعات بستعين بالقطع الصغيرة، فعشان كده هخليها مع الشتوي. تمام. هنطبق الهدوم زي ما شايفين، وبحاول انظم وارتب واشوف مثلا ايه اللي ينفع يتلبس وايه اللي ينفع يتشال، لان في هدوم شتوي ساعات ما بتكون صغيرة ما بتقدريش تلبسي تحتيها، فعشان كده دي بلغيها، بخليها وقت الخريفي بس واشيلها. وكمان عايزه اقول لكم نصيحه. السنه اللي فاتت جبت الجاكيت ده وجاكيت تاني. تمام. لابني كان في تخفيضات الشتاء. تمام. فزي ما شايفين حضراتكم مكتوب عليه 5 سنين. انا نصيحتي لكل خدي ابنك او قيسي بالشبر بايدك كده وجيبي مقاسه، لان مش كل المصانع ساعات بتبقى نفس اللي كاتبينه بيبقى بالمقاس. لان انا جبته لابني. تمام. للاسف هو صغير خالص عليه. ونصيحة لكل عايزه اوريكم حاجة مهمة بالنسبة لخصوص هدوم الشتاء. انا بما اني انا كنت يعني في اولادي فبيتعلم الواحد. تمام. الاستك اللي بيبقى من تحت في الجواكت وكده الغيه. حاولي تجيبي البيجامات لو لقيتي اللي هي بتبقى على كده من غير الاستك ده. ليه؟ لان لو خاصة لو اطفال صغيرين تمام بيترفع معاهم لفوق. تمام. فبيبقى كده باين ظهره وباين بطنه حتى لو لبستيه، الا لو دخلت الهدوم داخل البنطلون. فدي نصيحتي ليكم، بلاش الحاجات اللي فيها استك من تحت، لان بتكشف الاطفال وبتبردهم اكتر واكتر. دي البنطلونات دي كنت جايباها لابني، ما فيهاش اي علامات توحي ان هي بنت ولد، ممكن عادي تلبسي العيال مع بعضهم، ما فيش مشاكل. تمام. وساعات انا بنتي وابني فيه هدوم كده تحسيها شبه بعض، فخساره بدل ما ترميها تلبسهم مع بعض. خاصه هدوم الشتاء بصراحه بتاخد فتره طويله خالص وبتعيش معانا فتره طويله، فحرام الحاجه نرميها. تمام. ودي بالنسبه للدفايات. بصراحه انا بحب الدفايات اكتر. في ناس بتلبس كذا قطعه. تمام. ساعات بستعين انا بكذا قطعه مثلا، بس انا يعني بيبقى اول حاجه مثلا بيجامه، بعد كده مثلا فانلة بنص كم او بحماله، وبعد كده آه الدفايه. تمام. قصدي الدفايه اول الفانلة اول حاجه، وبعد كده الدفايه، وبعد كده البيجامه على حسب الجو. تمام. وتحط في دماغك ان الاطفال بتتحرك كتير وكده. اي نعم هم بيبردوا يعني غيرنا. تمام. يعني اكتر مننا شويه، بس مش ان احنا نغطسهم خالص بالهدوم والحاجات زي كده، لان هم بيعرقوا وما بيحملوش الحر. انت عن نفسك احنا ككبار بنفرهد من الحر لما بنحر خالص، يعني لما بنتقل خالص قصدي، انا اسفه. ودي البيجامات بصراحه ما اعرفش ايه حكايه المصانع، تحسي بيتأثروا في الجواكت ويطولوا البنطلونات خاص. يعني البنطلون ده لن تتخيلوا لطفلة. تمام. 2 و5 شهور. يعني انا الجاكيت او التيشيرت بتاع البيجامه جاي مظبوط خالص عليها. تمام. بس المشكله البنطلون واسع خالص، وحرام بصراحه زي كده يتقص. تمام. لان خامته جميله جدا وحلوه. تمام. فبضطر ان انا البسها بنطلونات من بقيه البيجامات اللي عندها واحتفظ بالبنطلون. حرام لو قصيته. اما لو انا مثلا حاولت ان انا اقص يعني اتنيه او كده بيبقى مكلكع ووحش. تمام. زي ما شايفين البيجامات زي ما قلت لكم نصيحه، وتجيبوا البيجامات الشتوي اللي هي الواسعه اكتر، لان تعملي حساب ان انت هتلبسيه تحتيها. دي نصيحتي. طبعا كلكم شاطرين، الامهات الصغيرين واللي معاهم بيبيهات اول حاجه، لان انا بصراحه ما لقيتش حد ينصحني. وجبت هدوم كتيرة ايام ابني اول واحد كلها اترمت للاسف، لاني جبت مقاسات صغيرة، والمقاسات الصغيرة للاسف ما بتقعدش، والاطفال اول سنتين ما شاء الله بيكبروا بسرعة، فحرام تجيبي حاجات تكون صغيرة وتترمي، وخاصة الحاجات غالية. تمام.
اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم وجميل. انا عارفاه هو روتين خفيف كده وبسيط، بس الهدف منه ان احنا ندردش مع بعض ونتكلم مع بعض. اتمنى تقولوا لي رايكم في الفيديو. لو عجبكم اضغطوا لايك وادعموا القناه، ربنا يخليكم يا رب، ويسعد قلب كل اللي يحط لي لايك ويدعمني ويشوف السعاده كلها باذن الله. وخلاص كده الفيديو انتهى، واتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اجمل متابعين لقلبي، ربنا يخليكم ليا.